بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد. النهارده هنعمل الرز المعمر او الرز المدسوس. هنعمله في الحلة اللي على البوتاجاز، مش هنعمله في قلب الفرن. شوفوا جميل ازاي، ما شاء الله عليه، شكله عامل ازاي. وطبعا انا وريتكم الحلة، وبألف هنا وشفا لحبايبنا. وطبعا لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومع ألف سلامة. نبدأ بسم الله المقادير. الرز بتاعنا ما شاء الله انا غسلاه ومخليها جميلة هون. ده الرز المصري بتاعنا، ومعلقة ملح، ومعايا معلقتين سمنة زبدة انا حطاها في الفريزر وبشرتها وهحطها على الرز. هدعك السمنة في قلب الرز، ما شاء الله عليها تبقى جميلة. دعك السمنة في الرز في الملح كده. ومعايا كيلو لبن، معايا كيلو رز وكيلو لبن. كيلو رز عليها كيلو اللبن. ادعك السمنة في الرز كده عشان الرز يشرب من السمنة بتاعته، هيدي طعم حلو. ولو حبيتي تنقعي الرز شوية مع اللبن مفيش مشكلة. اهو بسم الله. هقلبه الرز مع اللبن مع السمنه مع الملح كله مع بعضه، وهحطه. عندك فرن حط فيه، عندك حله زي بتاعتي دي حط فيها، هتبقى جميله ان شاء الله. انا حطيت الرز اهوت على البوتاجاز. انا بدس على البوتاجاز. عندي الحله بتاعتي هوريها لكم دلوقتي، ما شاء الله عليها. بدس عليه فيها وبتبقى جميله ما شاء الله. هزود الرز الاول. نزود الرز الاول مع بعض بسم الله، حسب الرز بتاعك. ما شاء الله. سيبي حوالي 2 سم من الصينيه عشان الرز يقدر ياخد براحه في الغلوان. الحله بتاعت اللي على البوتاجاز اللي انا بقول عليها هي العين الوسطانيه هتكون عاليه، وهي لها صاجه زي الفرن. الحله دي عندي بقى لها يجي حوالي 2.5 سنين، اكتر من 2.5 سنين كمان. اهي ما شاء الله عليها. وده الغطا بتاعها. اهي شفتوا الحله شكلها ايه. ومن فوق من هنا الغطا الصغير ده بيوريني الرز غلي ولا ما غلاش. ما شاء الله على الحله اهي زي ما انتوا شايفين. هغطيها بقى واسيبه لما يغلي، تكون العين عاليه عليه خالص. خلاص بيشكل اهو وبيغلي اهو من تحت. خلاص هوطي عنه واسيبه عما وشه يحمر. الرز بتاعي خلاص ما شاء الله، خلاص شكل خالص معايا اهو، جميل ما شاء الله اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهغطيه كمان بعدليه او بغطا زي ما انت شايفه كده العدليه اهي. وهسيبه طبعا لما يستوي وهنرجع مع بعض تاني. خلاص ما شاء الله عليه اهو، بألف هنا وشفا لحبايبنا. طبعا لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومع ألف سلامه.